واهلا بكم من جديد يا شباب. دحين نحن في الظهر زي كذا ووقت الحر ما شاء الله. دحين نحن فين؟ نحن في تامبون يا شباب. تامبون. نحن دحين صلينا في مسجد بيت الرحمن. دحين بغينا بناكل أكلة شفناها هنا اسمه سوتو بوغور، مع إنه نحن فين؟ في بقازي. في بقازي يا شباب. مش في بوغور. بناكل سوتو بوغور. اوكي جايز، على طول بنشوف كيف طريقة التحضير ونشوف طعمه. Oke, yalla, let's go. Guys, kalau ada yang mau makan di sini sambil cuci motor juga bisa, guys. Yeah. Kita mau pesan soto Bogornya. Kita pesan 2 ayam sama 2 sapi, guys. Sebenarnya soto Bogor itu hanya sapi, guys. Cuman ayam aja, hanya varian ada di sini. Nah, kita mau coba bagaimana rasanya, guys. Kalau pakai Iya, semua Bu. Pakai. طبعا بيستخدمون زي ما بتشوفون يا شباب، هنا بيحطون فيها شو اسمه الكروم، بعدين فيها هذا النودلز الاصفر. Ini pakai bihon guys, mantap. Terus sama mie kuningnya ini. baru pakai أيوة. هذا اسمها ريسول يا شباب. شوفوا كيف دحين بيقطعونها زي كذا، هي الطريقة حقها. هي عبارة عن دقيق زي كذا مقرمش، علشان فيها قرمشة كذا وانت تاكل الأكلة هذه. ayam 2 daging ya. Iya, ayam 2. Sekalian diiris jadi biar gampang penyajiannya. كيف بتحطين الدجاج كده. الدجاج مجهزينها هي مقطعة، واللحم كمان هنا مجهزينها مقطعة. هذه كوارع. بتشوفون كوارع صح يا مروان؟ Iya, kaware. Dimasak dulu biar ada rasanya ini guys. Jadi nggak hambar guys. Pasti rasanya mantap. Biasanya Kiki langsung dipotong gitu, nggak dimasak. Iya, Ini udah dimasak betul. dulu ya. Wih, ini apa ya bumbunya ini ya? Bumbu rahasianya. نشوف هذا خل قاعد احط الخل دحين. Garam. هنا بتوزع عليهم دحين الملح كمان. واخر شيء هنا تقريبا بيقطعون على الطماطم، بيحطون فيها قطع من الطماطم بيوزعون عليها. Bawang. هنا هذا كمان البصل الاخضر يا شباب. صراحة الأكلة شكلها بيشهي مرة. Ada bumbu-bumbu. Oh, ini bumbu lagi tuh. Bawang goreng. وهنا هذا كمان مكملها من المكملات هذه البصل المقلي يا شباب. يعني حاجاته كثيرة وبهاراته كثيرة متنوعة. أوه. هذا اللوز. هنا آخر شيء دحين بتصب عليه المرق حقه. طبعا البهارات بنحط أول، آخر شيء المرق حقه. المرق باين إنها ما في عليها بهارات، لأنه البهارات بينحط في الزبدية يا شباب زي ما شفتوا. مantap. اوكي شباب، هنا بيحطون هذه يسمونها ini pangsit ya. Iya. هنا بيسمونها هذا pangsit. هذه مقرمشات كمان Jarang yang علشان يعطي قرمشة زيادة يا شباب.
هنا الأكلة جهزت، وآخر شيء بيحطون عليها رشة من الصويا صوص يا شباب، يقولونها في اندونيسيا كاتشب. Kemudian. والأكلة هنا جهزت يا شباب، خلينا نجربها يلا. Oke guys, dan kita kembali dengan posisi semua sudah siap disantap guys. Nah, ini dia soto Bogor guys. Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan loncengnya guys. Jangan lupa di like, di komen, dan serta di share juga guys. Share kemana saja dan di mana saja. Kita santap bilang Bismillah. Oke. Sah. Wala. Nih, يا سلام. ini kita aduk dulu ya berarti ya. Tadi bumbunya belum diaduk. iya, Nih. diaduk dulu. Hmm. خلينا أطعم المرق حقه كيف يا شباب. اوه مانتاب جايز والله رهيب لذيذة. كيف عمل المرق؟ Mantap. مانتاب والله رهيب. Kek juga beli. اوه كمان كمان. Guys, pakai jeruk guys. Kita kucur. Ada tangan Muhammad. Ada. Yes. Duh, bentar. Gitu. Begini ya. Yeah. Kita nggak pakai garam guys. Iya, makanya Jeruk nipis. asik. Mantap. Hmm. Makin seger guys. Udah pasti. وبعدين هذه ياكلونها كده بدون رز ولا لازم رز هذه؟ هذا احس انه اكل بدون رز، Shaklo inakil yun. يناكل كده بدون رز، لكن هذا مع اضافه رز كمان مع هنا إضافة. علشان نشبع يا شباب. Ini aneh dapatnya yang ayam. Ente dapatnya apa? انا سابي. Ente mat? Tahu ni apa? Ente dapatnya ayam ente. Ayam. Iya ayam. Ayam. كيف وضعك؟ Oh, alkan. على كيفك ها؟ شوف يا شباب. Yo. Mariah kedim. Alkan. Ayam. خليه يفتح نفسه. والله البهارات اللي فيه مضبوطة. طبعا انا اعرف انه العرب يحبون يجون بوغور. طبعا هذه الاكله خاصه باهل بوغور، لازم تجربوها. لازم اذا انتم تروحون هناك بوغور لازم تجربون هذه الاكله الخاصه باهل بوغور. والله لذيذه الصراحه بدون مبالغه يا شباب حتى والله. الكمية كبيرة يعني مو سهل. كميه كبيره وبعدين سعر مناسب رخيص جدا الصراحه. Asyara 10,000. 10.000. Terus yang seharusnya ini apa namanya ya, yang pangsit tadi itu yang seharusnya emping guys. Tapi ini adalah kombinasi. Nah terus risol sama kacang itu kombinasi tambahan guys. Jadi rasanya bikin ajib dan sensasinya benar-benar berbeda. Dia punya ciri khas tersendiri yang benar-benar jadi kolaborasi Tambun Bogor guys. Guys, ini guys. Oh. رجال والله عجبتني مرة. ما ندمت انا على المكان. والله ايوه. Mantap, ajib, makna turun ke tenggorokan itu, zut, enak banget guys, Enak. manyet, ajib. Alamat dia di mana Wan? Itu di Kali Di Baru Tambun, di Kali Baru, di samping seberang Masjid Baitur Rahim. Jadi kalian kalau mau makan sambil cuci, ada steamnya juga di sini guys. Nah, di situ juga sampingnya ada masjid, kalian bisa sholat Iya. di situ sambil makan di sini. Pokoknya enggak mengecewakan sama sekali. Rasanya ajib, Ajib. harganya pun عجيب. ajib. رغم يلا. انه محل بسيط صغير لكن طعم كبير. طعم كبير. يعني ما يهمكم الكبر أيوة. المكان. اهم شيء الطعم.
طعم والسعر ايوه السعر والله السعر والله السعر مو على قد مو على قد طعمه السعر مو على قد طعمه لا على قد طعمه ولا على قد كميته، يعني انت تشوف كميه كبيره والله تشبع. رخيص ورهيب وكمية ما شاء الله تشبع. والله ما توقعت انه رخيص بعد غلط. انا حسب توصل 25 20 كذا. ايوه Ben ini aneh yang habis duluan. Ayo sopnya udah. انت lapar انت Ini lapar. Maaf. انت udah jadi motor. Habis lah. Habis, alhamdulillah guys, nikmat banget. Ada tinggal dikit lagi habis nih. Tuh, alas. Akhir lukma. Kali ini Umar yang jadi monster ya. Alhamdulillah sebab Pokoknya mantap, kalian harus coba. Ini benar-benar recommended banget bagi orang-orang yang ada di Bekasi. Kalian harus coba di sini. Bagi yang mampir pun bukan hanya orang Bekasi, cobain di sini guys. Mudah-mudahan kalian senang dengan episode kali ini dan aku akan ingatkan kembali bagi yang belum subscribe dulu dan aktifkan loncengnya dan jangan lupa di like, di share, di komen dan juga nonton episode kita sebelumnya dan tunggu kita episode selanjutnya guys. Akhir kalam, salam seduh jangan hidup. ini dia Dimas. Lumayan begah ya ini ya, ininya nggak apa-apa lah. Yalah, Bismillah. Bismillah.